جيلنا شويه دصر في عوض الواحد يقلب على شي بوست يتوظف فيه من راسو، راه برك يقلب على شي حاجه ما كايناش. انا شكون ضمن لك باللي غادي تبقى في هذاك البوست مدى الحياه؟ من بين الاسئله اللي مازال العالم كيقلب على جواب ليها هو كيفاش نحققوا الامان الوظيفي او الجوب سيكيورتي. موضوع هذه الحلقه معكم عصام، رضوان ومحفوظ، وانتم كتسمعوا البودكاست بثلاثه في ثلاثه. هذا المصطلح الامن الوظيفي ولا جوب سيكيورتي بدينا كنسمعوه من ايامات كورونا في 2020 حتى لدابا، حتى حاجه ما كانت مضمونه ديك الساعه. وهذا عكس المعنى الحقيقي ديال الامن الوظيفي، حيت هو الضمان اللي كيكون عندك كموظف وكيحسك بلي تقدر تكمل في الخدمه وتايق في الوضع ديالك بغض النظر على اي قوى خارجيه تقدر تاثر على خدمتك. والتهديدات اللي كيهرسوا هذا الامن الوظيفي كثار، منهم العوامل الاقتصاديه، تغييرات المفاجئه، ولا تسريح العمال يعني لاي اوفز اللي كانت ستارد شو في ايامات كورونا. اهم حاجه في الامان الوظيفي هي انك irreplaceable، يعني ما فيش زيك يا جميل وما كاينش اللي غيدير لك بلاصتك. هاد اللعيبه كترفع من تقدير الذات وكميه العطاء عندك في الخدمه. ولكن واش نقدروا بصح نوليو irreplaceable؟ هي في نظري ماشي قضيه ديال irreplaceability، انما الاحساس بالامان اللي اي تفصيله بسيطه كتساهم فيه وكتقويه. ولكن الاحصائيات ما كتبشرش بالخير، خصوصا في التك اندستري. غير العام اللي فات جوجل نقصت 12000 موظف اللي كتمثل 6% من القوه العامله ديالها. وامازون قالت لها ما كتعرفي والو وحطمات الريكورد ديال اللايوفز حيت خرجت 18000 موظف. هذا الشيء كيزعزع مفهوم الامن الوظيفي عندنا، حيت ماشي غير التك اندستري اللي ما بقاتش مضمونه، حتى من الوظائف الحكوميه ما بقاتش مستقره اكثر من الوظائف الاخرى. ما علينا، عاود لنا خير دون على شي بلان يقدر يطرا في الواقع. باش تفهم شنو هو الامل الوظيفي عزيزي المتابع، تبع معايا مزيان هاد الحجايه. كان يا ما كان في واحد الزمان قريب واحد الشاب 20 سميتو القناص حياته كامله هو كيموت على شي حاجه سميتها التصوير، والباركور سكولير ديالو كامل تخصص في هذا الدومين، وخدم بزاف البريكولات من تصوير العراسات لتصوير الدوكيومونتيرات الخ. ولكن القناص عيا من الفريلانسين حيت كيامن بمقوله قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع. وفعلا قرر يقلب على شي شركه الانتاج اللي يخدم معها سالاري وبوراقو باش يتهنى من ستريس اللي ديما شادو ويحقق واحد الاستقرار مادي. ايوا سيدنا القناص تعاقد مع واحد لابواط بخود بكونطرا CDI، وقال اخيرا تنيت وارتحيت. مع المده القناص مع اكثر ديبلاسمون والوقوف وهز الماطوس لقى عنده مرض سياتيك. وهنا غيتصدم فاش قال ليه الطبيب غير نسى عليك شي حاجه سميتها الثقل، وخصوصا في الدومين ديالو اللي كيطلب يهز كاميرات بطاريات تريبي ليكليراج، وهاد الوتيره د العمل كتكون طالعه وزيد. انا البوط اللي خدام معاه بحكم المرض ديالو اثر على السير ديال الخدمه، قررت تحبس معاه الخدمه وتعطيه حسابه. وهنا سيا ديال القناص من بعد ما كان كيعتقد ان الحياه كتدور على الوظيفه والوراق، وباللي هما اللي غيحققوا ليه امان وظيفي، نسى شي حاجه اللي سميتها الصحه. وباللي فاش كان فريلانسر حياته كانت مزيانه حيت كيخدم قليل وكيرتاح اكثر وقادر يهتم بصحته. بطبيعه الحال هذا غير سيناريو من بين بزاف السيناريوهات اللي تقدر ما تكونش عندهم نفس النهايه، والهدف منها غير باش نبسطوا شنو هو الامل الوظيفي، واللي عرفوا الديكسيونير ديال كامبريدج باللي هي اي خدمه دايمه ودايم الله بطبيعه الحال، وباللي الظروف ديالها مامنه وغالبا ما غتخسرهاش. وباش نعرفوا كيفاش نحققوا هذا العمل الوظيفي وشنو هما الممارسات الجيده باش يتحقق، ونعرفوا كيفاش نحققوا توازن في حياتنا، نخليكم مع برو عصام اللي غيزيد يقربكم اكثر. ايها برادر، خلينا نتفقوا باللي الامان الوظيفي كيف قلت في البدايه الحلقه مازال ما كاينش شي طريقه باش نحققوه ونكونوا ضامنينه 100%، ولكن كاينين شي ألاعيب نقدروا نتبعوهم باش نطلعوا نسبه الامان ما امكن. جبت لكم ثلاثه المفاتيح. اول واحد وهو الاهم، التعلم المستمر. الوقت كيتغير بالجرة ومعها حتى السوق والاحتياجات ديال الشركات وحتى الدوله. اذا دير الميزاجور كل مره وخليك مرن. المفتاح رقم 2 هو التشبيك، النيتوركين، سواء مع الناس اللي خدامين معاك ولا مع لي شاف والماناجرز، او لا حتى على برد الخدمه. قد ما كان الريزو ديالك كبير وقوي، قد ما الوزن ديالك في وسط الخدمه كيكون ثقيل وكتزيد الامان الوظيفي ديالك، وعاد كتخلي الريزو يفكر فيك الا كانت شي ترقيه ولا شي بلان اللي يكون مريكل. ثالث مفتاح وبلا بونيوس حيت انا بخيل، هو انك تشارك القيمه المضافه ديالك باستمرار وسط الخدمه ديالك، خصوصا مع الرئيس ديالك. خليه ديما يكون عارف المساهمات اللي كدير وشنو القيمه اللي جبتي للشركه. ما تحشمش من هذه اللقطه هذه، ولكن عاوتاني ما تكونش خضر ولا تبقى تمنى عليهم. المهم ديرها نتايا بطريقتك. كنتسنى يصيفط من قبيله. خصني ديما ندير مجهود باش نبقى خدام ونراعي الباترون، هو ما كيراعي لحد زعما من شهر وبوحدو اللي رابح. راه كيف ما درتي وحلا.
وراه عنده الحق، ما كاينش اصلا شي كونسيبت اللي كيشد العصا من الوسط. ايه خليونا الكومنتس وما تنساوش تبارطاجيو الحلقه مع اصحابكم. تشاو تشاو.